ذكرت الزعيم اللي كان للحزب الاشتراكي اليمني في النصف الثاني من التسعينات، اعتقد 97، وكان مشهور وهو يكشف جزء مما نحن فيه اليوم، لأنه بعد الوحدة حدث انقلاب على الوحدة، وحدث تصفية الشريك الرئيسي في الوحدة، وتحولت الوحدة إلى ضب وإلحاق كما كان يقول أصحاب الحزب الاشتراكي، وكانوا يحذروا الاشتراكيين منه، وكانوا يطالبوا بتصحيح الوضع، كانوا حتى كان إصلاح مسار الوحدة ولما تحولت إلى المطالبة بالانفصال، لأنه ما حد رضى يسمع لهذا الصوت من قبل النظام الحاكم اللي كان حاكم. يعني الزامل يقول: يا حزبنا يا صانع الوحدة، قد ضيعوا الوحدة ومعناها. والله إنه صحيح، ضيعوا الوحدة ومعناها. منهم إصابة 94 التي تتكون من، علشان نكون هذا إنصاف للتاريخ، ما فيش تزييف للتاريخ، يعني الرئيس الراحل علي عبد الله صالح وحلفائه جماعة الإخوان المسلمين ومراكز القوى والقبلية، علي محسن ومن إليه العسكر والجناح القبلي بيت الأحمر ومن إليهم. هؤلاء هم كانوا عصابة 94. هؤلاء هم الذين استحوذوا على البلد، والذين أغرقوها بالفساد والنهب والإفساد، ونهب للمال العام، نهب للممتلكات العام بشكل مخيف. وصلنا إلى ما وصلنا إليه، دمروا نفسية الناس، فتتوا النسيج الوطني يعني لليمنيين، وخلوا هذا الوضع، هذا الاحتقان الموجود في الجنوب هو نتاج لأخطاء وتراكم مخيف حدث في نفسية الناس، شعور بالظلم والغبن من الجنوبيين. رفضوا أصحابنا، رفضوا العقلاء حق الحزب الاشتراكي وحق الجنوب. الحزب الاشتراكي هو الجنوب. رفضوا هؤلاء العقلاء اللي كانوا يطالبوا بإصلاح الوضع، رفضوا ولم يستجيبوا لأحد منهم. الحين قالوا لهم المجانين، قال لك عايدروس ماذا الحين هكذا؟ ليش نقول هذا الكلام؟ علشان الناس يعرفوا على من تقع مسؤولية الوضع الحالي في اليمن. أولا اللي كانوا عصابة 94، كل الأخطاء والزرايا والمشاكل هم. يعني أضرب لكم مثال: بعد 90 طلعوا أصحاب الجنوب مندفعين للوحدة وصادقين، حتى ما فيش معاهم بيوت للسكن. ليبيا عملت المدينة الليبية اللي تعرفوها بصراحة، عملتها، مولتها ليبيا، وزعت هذيك البيوت للي جاوا من الجنوب، قيادة الحزب الاشتراكي وقيادة الجنوب. طيب بعد 94 في ناس غادروا البلد، نهبوا بيوتهم في صنعاء، نهبوا بيوتهم هناك، وبينهم أنيس حسن يحيى. أنا زرت له صنعاء بعد ما رجع، مساجر كان، وكلمنا على بيته في منهوبة إلى اليوم. شوفوا غيرهم نهبوها، والنظام عرف وكتبنا عنه وتحدثنا، ولا رافضين يرجعوا له بيته. بقية في ناس نهبوا عليهم البيوت هناك. هذا نموذج بسيط أوري لكم كيف كانوا يدوروا الدولة والبلد بعقلية ثأرية، وبعقلية ما احترمت الجنوب، تعاملت بعقلية يعني كأنه صعلكة وروفلة، ما فيش دولة. وهذه النتائج، هذه من النتائج. عادوا اليمن منتظرة الكوارث، ما انتهتش لهنا. الله أعلم ايش اللي بيحدث. هذه ما ايش النهاية، والنهاية قد تكون كارثية. يا حزبنا يا صانع الوحدة، هم غيروا الوحدة ومعناها، ما نريد الحكم بالقوة، هذه أساليب قد عرفناها. كانوا يرددوها الاشتراكيين والجنوبيين كثيرا، كان مشهور. من اللي غير الوحدة ومعناها؟ من؟ أصحابنا العصابة اللي تعاملوا مع الوحدة إنه الجنوب غنيمة، مش ند لك، مش شريك أساسي في الوحدة. يعني شريكك اليوم الثاني تنقلب عليه. وكانوا مبيتين، أصحابنا مبيتين، الجنوبيين صادقين بالوحدة، وهذا مبيتين، لا دولة يشتوا، لا نظام، لا قانون، لا، مبيتين الحرب على الجماعة، وقاتلوهم ودخلوا الجنوب. واللي كانوا شركاء مع الوحدة والذين قدموا التنازلات من أجل الوحدة تم تشريدهم، وصدرت ضدهم أحكام بالإعدام. شوفوا لا فين، يعني شوفوا على التصرفات. وهذه هذا نحن اللي نعيشه من النتائج. هم غيروا الوحدة ومعناها. أنا أقول هذا الكلام علشان تعرفوا ابتداء المسؤولية تقع على من. المسؤولية اللي كانوا
أصحاب القرار الذين دمروا الوحدة والذين أساءوا للوحدة في البداية، واستمرت بعدين الأخطاء، استمرت ما بعد علي عبد الله صالح، استمرت عند هادي. هذه كارثة، لأنه كان جزء من عصابة 94. هو أصلا بعد إقصاء الحزب الاشتراكي جابوا عبد ربه وأصحابه وكأنهم يمثلوا الجنوب، وهم كانوا يعني جزء من الديكور. يعني كلنا نعرف أنه كان هادي ضعيف شخصية جدا، عملوا أنه وزير دفاع ب 94 علشان تبرير دخول اجتياح الجنوب، وبعدين جابوا له النائب، وجابوا بعض الجنوبيين وينتموا إلى طرف واحد. شوفوا، تم إقصاء أصحاب الضالع ردفان، كل الجنوب أقصي، بقوا على جابوا حرصا على الشكلية، جابوا عبد ربه وأصحابه. كيف انتهى الوضع في المهزلة اللي احنا نعيش فيها اليوم؟ يعني نقول هذا الكلام علشان لا تنسوا ايش الذي حدث وما الذي تسبب بالوضع اللي نحن فيه اليوم. تحياتي لكم.